بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنعمل أكلة شتوية جميلة. هنعمل عدس. هنجيب العدس ونغسله غسلة كويسة، ونحط عليه جزر وبصل وطماطم، وهنسيبهم لما يغلوا ويتسلقوا كويس والمية بتاعتهم دي تنشف شوية. وبعدين بنستنى لما يبرد، اهو دلوقتي هم بيغلوا غلوة كويسة. هسيبه يبرد شوية وبعدين ههرسه في الخلاط بعد ما يبرد، ويبقى بالشكل الجميل ده ناعم وكويس. وبعدين اخده مرة تانية واحطه على النار، اديله غلوة تانية. لازم يغلي غلوة تانية عشان اللون وعشان خاطر يتقل شوية بس. وبعدين بيبقى بالقوام ده جميل وسهل وسريع، اسهل اكلة للمبتدئين. انا بغرفه، وانا مش بحط معاه لا شعرية ولا اي حاجة، لان هو كفاية علينا النشويات والخضار اللي فيه. وبناكل بالعيش المحمص. وشوية بقى سلطة ولفت، مخلل اللفت الجميل ده. اللي عاوز طريقة المخلل اللفت يكتب لي في التعليقات. وبنقدمه هو سخن، وبيبقى أكلة جميلة للأنيميا وخفيف. طبعا تحطي معاه شوية كمون عشان الناس اللي عندها قولون. بس أنا عملته النهاردة من غير توم ومن غير ما أحمر الخضار ولا أقلبه بالطريقة اللي هي المعروف متعارف عليها. أنا عملته بأبسط طريقة عشان لمرضى القولون ما يتعبوش منه، وهي دي أسهل طريقة ليه، من غير توم من غير أي حاجة. الخضار بيديله طعمه الطبيعي وجميل. وكل سنة وانتم طيبين.